استنى بس كده شوية. الوحدة مش نهاية الطريق، الوحدة بداية قعدتك مع نفسك اللي انت فيها هتكتشف كل الحاجات اللي كانت مخليك حاسس بوحدة. دايما في سؤال كده بحب أسأله للعميل اللي بيجي يقعد معايا وأقول له آخر مرة قعدت مع نفسك امتى؟ ومعظم الوقت بلاقي الإجابة إن لأ، أنا ما بحبش أقعد مع نفسي. أو أقعد مع نفسي إزاي يعني تقعد مع نفسك، تصاحب نفسك. طبعا ما بينفعش نرد نقول كده، لان انت في الوقت ده اصلا بتبقى عايز تهرب من نفسك، ودي حالة نفسية طبيعية جدا بتحصل لكل الناس اللي ما بيحبوش يواجهوا مشاكلهم. بس الفكرة هنا ان انت بتفضل الوحدة، مع انك بتبقى قاعد وحيد وفي نفس الوقت برضه هربان من كل المشاكل. طب ما تيجوا شوية ناخد الوحدة في حتة إيجابية ونبتدي نستخدمها لصالحنا. يعني وانت قاعد لوحدك حاول تكون متصل مع نفسك، حاول تبص على نفسك من جوه، جيب كشاف وخش شوف جوه في ايه. تعالوا نستكشف المغامرة دي، تعالوا نبص الخبايا اللي جوه عاملة ازاي، تعالوا نكتشف الشخص اللي احنا مش عارفينه. والله بجد الرحلة تستاهل. انا عملت كده وقعدت مع نفسي كتير، مع اني كنت بهرب جدا ان انا اقعد مع نفسي، ولكن لما ربنا كرمني وعرفت ان انا اكون متصلة بنفسي وبذاتي، اكتشفت حاجات انا فعلا ما كنتش عارفاها عن نفسي تماما. كمان لقيت حلول كتير للمشاكل اللي كانت عندي. حاول تقعد مع نفسك. الوحدة مش حاجة وحشة، بس لو انت استخدمتها في ان انت توجد نفسك وتوصل لنفسك الحقيقية، صدقني قعدتك لوحدك هتكون مثمرة جدا. مع دينا دورها في دماغك وفكر ازاي ممكن تقعد لوحدك علشان توصل لحقيقة نفسك. بحبكم.